كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قد ايه انا مبسوط النهارده بوجودي في ضيافه الهوا المحترم الشيخ خالد ابو العلا، وبعتبر الحلقه دي اللي بصورها مع الشيخ خالد اضافه قويه ومهمه لقناه لفت عمرو اشرف. النهارده هنبتدي ندردش مع الشيخ خالد في مواضيع مهمه تخص الحمام الغزار وتخص الغيه عموما. شيخ خالد، في البدايه كلمنا ازاي بدات الغيه، وكان عندك كام سنه ساعتها، والغيه بالنسبه لك كنت وارثها من حد ولا الشيخ خالد طلع بيحب الغيه لوحده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هي الموضوع ما كانش فيه وراثه ولا حاجه، هي كده حاجه من عند ربنا. يعني انت لقيت نفسك متعلق بالحمام، تمام. تشوف حمامه في السماء تبص عليها. كان بدأ بقى ممكن من 8 سنين 10 سنين في الحدود دي، انما احنا ما كانش عندنا حد في العيله له حمام. بقالك كام سنه جوه حمام الشيخ خالد؟ لو احنا قلنا مثلا بدأنا 8 سنين ونحن دلوقتي 46، يبقى بنتكلم في حوالي 28 سنة. ربنا يا رب يديك العمر ده. بعد كام سنه من الغيه؟ حاجة و30 سنة. حاجة و30. بعد كام سنه من الغيه بدات تحس انك غاوي ناجح وعندك حمام مستواه يرضيك، يرضي الشيخ خالد؟ والله بص، دي ما اقدرش احدد قوي يا عمرو، بس هو القصة كلها يعني احنا موضوع المستوى ده في الأول ما كانش في دماغنا. يعني الأول كنا بنطير الحمام ما بنش، بس هو ده أهم حاجة. بنحاول تنش حمام شاطر وفي نفس الوقت يبقى شكله حلو كتأديب حمام وكده، بس برضه ما كانش هو المقياس الأول مستوى الحمام كتأديب. كان أهم حاجة برضه الإيه؟ الطيران. تمام. بس حتة بقى أنا أحس إن أنا راضي عن نفسي كمستوى حمام، دي ما حصلتش معايا. يعني أنا حتة الرضا دي في الحمام ممكن الناس تقول أنا عندي حمام كويس، تقول عندي كذا كويس، عندي كذا كويس، بس حتة الرضا دي يعني طبعا الحمد لله يعني الواحد راضي على كل حاجه، بس حته المستوى انت لازم بتدور على الاحسن. يعني دايما حاسس ان انت لسه في حاجه احسن من كده. هو فعلا الحمام انا اقول مفيش فرد حمام مفيش عيوب، الكمال الا وحده. اي فرد حمام مهما وصل مستواه ممكن يوصل 99.9%، بس مش هيجيب ال 100%. مفيش فرد حمام يوصل 100%. للدليل ايه؟ ان احنا كل ما بنشوف حمام حلو بنشوف حمام احلى منه. بتفرق زبون كويس او زبون ده بتروح عند واحد صاحبك بتلاقي احلى منه. ممكن انت عندك انت نفسك بعد السنه العشر اللي بعده يطلع احلى منه، فيبقى لو الجديد طفى فهي ملهاش اخر. وهي دي ميزه الحمام الغزار بتاعي، بتخلي جوه حضرتك في تنافس. هيجي على طول بتدور على الاحسن. تمام. يعني غير الحمام مثلا لو احنا بنربي زينه او بنربي حاجه ثانيه خلاص هي بتوصل لستاندرد معين بتقف عنده خلاص، انت مفيش شغف بعد كده. انما الغزار ما فيهوش الكلام ده. بحره كبير. بحره كبير، في اي فرد حمام هتلاقي الاحلى منه. ده الاثنين زي بعض، بس هتلاقي ده فيه نمره تشد على ده شويه تخليه دمه حاضر اكتر بس. جميل. الجيزه القديمه منطقه حريفه في الغيه ولها تاريخ، كلمنا عن غوايه الحريفه اللي لقيتهم اساميهم مسمعه وعندهم حمام كويس في الجيزه. والله في الجيزه كان في كتير حته حمام كويس كتير، وبرضه كان في النشيشه ناس جامده قوي، ناس حمام حلو، يعني حمام حلو كانوا بيطيروه. يعني كان في ناس عندنا مثلا لو الموسم دخل عليه وما لقاش حمام يطيره وما لقاش حمام ينشه ممكن يشتري الاشارات لو هيتمسك نصها، بس ممكن يلحق النش. فالنش ده كان بالنسبه له حاجه مهمه قوي. حضرتك تتذكر اي اسماء من غوايه النش؟ النش كان عندنا ناس كتير بتنش. كان في عندنا راجل رحمه الله عليه كان اسمه الحاج طه الليبي، كان عندنا الحاج صابر سكر. هو صابر سكر، الحاج صابر سكر ده هو صاحب الموضوع اللي بقول لك عليه ده. لو ما لحقش النش ينزل يجيب اشارات وينشها كده او موام، ممكن يتمسك منه بعد كده نصهم، ما تفرقش معاه. اهم حاجه ان هو يجي عليه موسم النش ينش. تمام. طب حمام حلو يعني. انا حاج صابر السكر ده الله يرحمه كان بينش صوافه لو عند الناس النهارده تتفرق. كان في ناس كتير، كان في واحد اسمه سعيد السكري برضه ربنا يديله الصحه وطول العمر برضه من جوايا الحلقه عشان مش عايز انسى حد يعني. وعندنا نبيل برطش، وعندنا كان الحاج محي رحمه الله على الاثنين، وكان عندنا ناس كتير. وعندنا كان في واحد اسمه نسر برضه كان في النش برضه كان مميز، كان هو راجل معلم جزار الله يرحمه. في ناس كتير. والفريخه بقى؟ الفريخه كان في اولا اول واحد انا يعني اثر فيا، هي الظروف هي اللي جمعت بيني وبينه كده، الحاج نجيب زقزوق ربنا يديه الصحه. ليه؟ لان هو الحاج نجيب كان عامل الجيه او البيت بتاعه في وش بيت عمتي،
فانا كنت رايح عند عمتي وانا عيل صغير لسه مفيش 5 6 سنين، اقف في البلكونه اشوف الجيه في وشي. طبعا جيه وعليها حمام الوانهم مختلفه، ما كنتش اعرف طبعا في الحمام. فهو ده من اول الحاجات اللي جذبتني، غير ان هو بقى كان بيحب الانتاكي قوي في العيشه، مش اي عشه كده خلاص ولا اي جيه وخلاص، لا لازم بقى كان يعمل حاجات محترمه ويعمل حاجات شيش، يعمل فالجيه شكلها حلو، معموله بفن ومعموله مصروف عليها، وكمان الحمام سايب عليها شكله حلو. فده من اول الناس اللي جذبتني لحته الحمام الحلو يعني. تمام. انا عارف ان من هوايات شغل النجاره الحمام الدائم بيبان، هوايات حضرتك. عايز اعرف، ما شاء الله عليك، بيقولوا عليك يعني فنان في المجال ده، فعايز اعرف حضرتك اتعلمت الموضوع ده من مين؟ وهل الموضوع ده فادك في الغيه؟ اكيد فادني. هو اساسا انا يعني موضوع النجاره ده بدا عشان الغيه، يعني هو سببه الغيه، تمام، مش العكس. يعني مش انا مثلا اتعلمت النجاره وبعدين عشان خاطر بعدين بقيت اعمل الحاجات للحمام، لا، هو انا اساسا اتعلمت ان انا امسك شاكوش وشار وكلام من ده عشان الحمام. عشان الحمام يعني تقصد الحمام هو اللي نمى الهوايه دي عند حضرتك؟ هو اللي كان ده هي الحاجه، زي ما بيقولوا الحاجه ام الاختراع. فانا وانا صغير فما فيش مجال ان انا اجيب نجار يعمل لي بيبان حمام او يعمل لي جيد حمام او الكلام ده، فاضطريت ان انا اعتمد على نفسي. وانا كان الحمد لله عندي الموهبه يعني من عند ربنا. جميل. وكان الحاج ملوش في الموضوع، بس كان في عندنا عده في البيت، فالعده دي ساعدتني. العده برضه الحاج الله يرحمه كان غاوي موضوع النجاره، يعني هو ملوش علاقه بالنجاره الرهيب، هو كان ضابط في القوات المسلحه، بس كان هو بيحب برضه الحاجات دي، بيحب الخشب ويحب الحاجات اللي هي اليدويه. فالعده موجود العده بتاعت الحاج، مع ان انا محتاج ان انا اعمل بيبان ومفيش حد يعملها لي، فابتديت ومشي بقى. تمام. يا ريت تكلمنا يا شيخ خالد على الانواع اللي بتربيها من الحمام، وايه هي، وايه اقرب اصناف الحمام لقلبك وانت بتعتبره عشق بالنسبه لك؟ والله انا يعني معروف ان انا بربي الحمام كله. تمام. طبعا ما عدا الزينه، يعني انا بربي الحمام النظام كله، يعني صافي، شرموندو، مسود، سكروطه، اخضر، كل الحمام، حتى الميكانيرات برضه، يعني مفيش الحمام كله الحمد لله بحبه. اقرب نوع تحس ان يعني ده بالنسبه لك هو ده؟ والله هو في حاجات كتير، بس انا اكتر حاجه بقى يعني ممكن اكون ميال لها السكروطه. تمام. شيخ خالد، الغيه دي من اهم شروط الاستمراريه، ان الجيل بيسلم جيل، تمام؟ السؤال، الغاوي المبتدئ دلوقتي هو اللي هيشيل الغيه بعد كام سنه، فازاي الغوايه المبتدئه دي تشق طريقه عشان يكون في مشروع لغاوي ناجح؟ والله يعني هم يعني الغوايه الجداد محظوظين وفي نفس الوقت مش محظوظين. يعني هو محظوظ ممكن بحته الميديا اللي موجوده دلوقتي، ان هو ممكن هو قاعد في بيته ماسك التليفون يخش على النت يشوف الحمام يشوف ايه، فدي حاجه ما كانتش موجوده على ايامنا. يعني انت صح، كنت لازم تنزل السوق، تطلع عند هواي، تروح لهواي، تقعد على القهوه مع هواي، تحتك عشان تشوف الدنيا ماشيه ازاي وتتعلم. هما بقى عندهم حاجات اسهل، ان هو حته ان تمسك التليفون، وفي حته ان في نت وكلام من ده، ممكن ده كل ده يساعدك، فده هو محظوظ فيها. هو مش محظوظ في حاجه، ان الحمام نفسه انقرض، هي دي بقى هو اللي مش محظوظ فيها. يعني احنا لما احنا كنا عيال صغيره ولسه كان الحمام معظمه موجود، نسبه كبيره منه موجود. دلوقتي الخامات دي ما بقتش موجوده، الخامات قلت، هي دي القصه. فهو هو محظوظ ان هو ممكن يتعلم عن طريق النت والكلام من ده، ما كانش موجود زمان. بس احنا زمان الرؤيه كانت اوسع، الحمام كله كان موجود. تمام. في حد دلوقتي مش موجود خلاص، ما هيجيبوه منين؟ هيتفرج عليه عند مين؟ حتى لو دخل على النت هيشوف صور قديمه، مش ده العائق اللي ممكن يعوق الشباب دلوقتي. غير بقى ان احنا عندنا مشكله ازليه سواء من زمان او من دلوقتي، ان احنا حته تثبيت المواصفه. كل واحد بيشرح على اللي عنده، او كل واحد بيشرح على اللي هو اتعلمه، حتى لو نفرض مثلا حسن النيه، بلاش اللي عنده هو اتعلم ايه ويشرح عليه. انا جاي لحضرتك السؤال ده تكمله السؤال اللي فات، ليه الغواة مش عايزين يتكافئوا ويقدروا مع بعض ينظموا معارض في توقيتات منتظمه وتكون معارض لائقه بالغايه المصريه وتاريخها؟ والله هو كان في محاولات، حته المعارض دي في محاولات على مر السنين يعني. نعم، هي ما ارتقتش اللي احنا عايزينه او طموحنا، بس يعني مجهودات تشكر، يعني الناس تشكر عليها، مفيش مشكله. بس هي القصه كلها احنا يعني الحته دي نلوم بيها على الجمعيه. اي جمعيه بقى، اي جمعيه بتاعت حمام في مصر، هي دي هي المسؤوله. هو انت الكيان، انت المسؤول عن الكلام ده كله. انا مش هينفع انا الم 2 3 اصحابي واروح اعمل معرض. لازم يبقى في كيان، بحيث ان هو الكيان ده هو اللي هيخاطب الجهات الحكوميه، هو اللي يبقى مسيطر على الموضوع ده. فهي الجمعيات عندنا يعني بس مكسله شويه. تمام.
في موضوع المعارض مكملين كلامنا يا شيخ خالد. والسؤال لو اتفقنا وقدرنا ينظموا معرض بالتحكيم كمسابقات وقالوا عايزين حكم من الجيل الشباب، تحكم انت؟ رايك هل في غاوي شباب تقدر تكون في المعارض؟ هو شباب هي اللي تحكم في المعارض او حضرتك؟ والله ما فيش مانع، مفيش مشكله. يعني لما يكون موجود حد من الجيل القديم وحد مثلا من الجيل الوسط وحد من الشباب، او لما يحكم ويتعلم ويحتك بالتحكيم عشان بعد كده لما يكبر يبقى فاهم التحكيم ازاي. تمام. خصوصا ان موضوع التحكيم ده بقاله زمن ما حصلش، فانت حتى برضه يعني حتى يعني ايه عشان نرجعه تاني الموضوع مش هيبقى سهل، بس هو مهم ولازم ناخد الخطوه. يعني لو حضرتك قالوا الشيخ خالد هو اللي هيبقى حكم في احدى المعارض للحمام، حضرتك توافق؟ والله انا ساعات كنت يعني لو حصل واتحطيت في الموقف ده كنت بخلع. ايه السبب؟ هتدخل نفسك مشاكل، في ناس بتزعل، الناس ما عندهاش ثقافه الهزيمه. يعني انت لو انت كسبت واحد والتاني خسر، هو اللي خسر ما عندوش هيقول لك حاجه من الاثنين، هيقول عليك انت مثلا يعني ايه مش فاهم، يا اما انت جيت مع التاني عليه وما يعني ما حكمتش بالعدل. جميل. فالواحد كان بيخلع عشان كده. بس هو لو انا خلعت وده خلع وده خلع يبقى احنا مش هنطلع قدام. يعني شايف ان برضك دي مش ده الحل يعني؟ مش ده الحل. هو الحل ان هو يبقى في معرض وفي معرض بتحكيم عشان الناس اللي طالعه تعرف الحمام الحلو شكله ايه، وده كسب ليه وده خسر ليه، يبقى في شفافيه في الموضوع محدش يزعل. تمام. انا عايز منك ايه هي اكبر مشكله من وجهه نظرك بتواجه الغيه عموما في مصر حاليا؟ وازاي نقدر ننهض بالغيه؟ وايه المشكله حتى لو هنتكلم في نقطه واحده من المشكله دي؟ والله يعني هو في كذا مشكله طبعا بتقابل الغيه. حته اولا احنا ما عندناش طب بيطري، يعني ضعيف جدا. طب بيطري في مصر ضعيف، فده طبعا يعني بيبهدل الغويه. طيب. امراض بتيجي بتتعب الناس، تفرق حمام كويس وحمام قوي، الامراض بتيجي بتبهدلهم. مش وعي يعني؟ مش في وعي، لا الناس عندها وعي وفي غوايه كتير شاطره في العلاجات وكده، بس برضه امكانياتنا محدوده غير بره، بس فده بأثر علينا جامد. هل حد يقدر يتنبأ الغيه المصريه بحمامها المصري الغزار بشكله الحالي هتروح لحد فين بعد 50 سنه؟ والله ممكن ما تبقاش موجوده، لو احنا سيبناها كده ممكن العمليه تنتهي يعني ممكن الحمام اللي احنا بنغواه دلوقتي ده بعد 50 سنه ما نلاقوش. ايوه، ما هو في حاجات، هو من 50 سنه كان في حاجات موجوده النهارده مش موجوده. بعد 50 سنه برضه لو احنا مشينا بنفس الاسلوب اللي ماشي، الناس بتربي اللي عليه طلب، او بتربي اللي بيجيب فلوس، يبقى في انواع برضه جديده انقرضت زي الانواع اللي انقرضت. بس هي المشكله ان الواحد يربي اللي بيحبه. يعني احنا نتخصص ما عندناش مانع، بس تربي اللي انت بتحبه، مالكش دعوه بايه بيجيب فلوس وايه ما بيجيبش فلوس. تمام. ايه رايك في اللي بيحصل كل فتره تحس ان صنف معين من الحمام بقى هو الموضه، واغلبيه الغواة بتبقى عايزه تقتني النوع ده وتبدا تكتر منه بالانتاج بالاعداد الكبيره؟ هو ده هيرجع للنقطه اللي كنت بتكلم فيها قبليها. هو المشكله الناس بتجري على اللي بيتباع، يعني اللي عليه طلب، او اللي بيمشي، اللي بيتباع، اللي بيجيب فلوس، بنجري لجواه، ما بيجواش اللي هو بيحبه. انت داخل الجايه ليه؟ هي المشكله كلها انت داخل الجايه ليه؟ لازم يكون في تارجت، في هدف. انت عايز من حاجات الحمام، انت غاوي حمام عشان خاطر بتحب الحمام، ولا عايز تعمل مشروع؟ عايز تعمل مشروع ما تربي حاجه الحمام. في حاجات كتير قوي هتربيها افيد من الحمام ومجهودها اقل وهتجيب فلوس احسن من الحمام، ومش هتقابل مرض ولا عيا ولا موت ولا الكلام ده. خليك فيه، بلاش دعوه بالحمام. انما انا الحمام لو احنا هنربيه، انا هربي صنفين، بس الصنفين دول انا بحبهم. استحاله ان انا بحبه عمرو هو اللي بيحبه. هي اذواق برضه. سيب بيحبه صاب بيحبه، لا هتلاقي اذواق. فطالما في اذواق هتلاقي ايه الحمام كله الخامات الكويسه منتشره، في تطور. انما دلوقتي احنا بنشوف ايه اللي بيجيب فلوس ونجري وراه وعايزين نغواه. تمام. تعال نروح شويه للفنيات بتاعت الغيه. هل انت من الغواة اللي بتتمسك بمصطلحات الغيه القديمه وبتشوف اهميتها كبيره للحفاظ عليها، ولا المهم فيها اهم من التعبيرات بالمصطلحات اللي انت شخصيا بتستخدمها في الغيه؟ ايه المصطلحات اللي انت بتستخدمها؟ ما هو المصطلحات، انا واحد من الناس ضد المصطلحات، يعني مش فارق معايا، مش ضدها، مش فارقه معايا المصطلحات. يعني انا مش المهم انا اقول مثلا ده دماغه عريضه من ورا ولا دماغه مفتوحه، مش هتفرق. المهم المعنى يوصل، فاهمني؟ يعني تمام. اهم حاجه المعنى انه يوصل، مش هتفرق المصطلح. المهم تبقى عارف الحلو والوحش. في ناس بتتكلم وبتشرح الحمام وبتقول وفي الاخر هو انت لو مسكته الحمام ما بيعرفش الحمام الحلو والوحش. ليه؟ هو بيتكلم اكتر ما بيطبق. هو مردد كلام مثلا نقله من غاوي. يعني مثلا هنقول مثلا ايه السكروته،
في ناس تقول ضرايبه بيضه منجمه بفستق. تمام. في ناس تقول لا ده لون نقطه العسل الابيض على الورقه البيضاء ومشرزه بفستقي. تمام. وفي ناس تقول لا ده عينيه، ايا كان اللي انت هتقوله. المهم انت لما تشوف سكروت عينيه حلوه وسكروت عينيه مش حلوه تعرف تفرق بينهم. تفرق. المصطلح ده مش هتفرق، المصطلح ده في الاخر احنا بنوصف خلقه ربنا. في حاجات ما بتوصفش، يعني في الوان ربنا عاملها الوان طبيعيه، احنا بنحاول نقرب المصطلح للون اللي احنا شايفينه بس مش هو، يعني هو مش هو. فانت اوصفه زي ما توصفه، انا ما عنديش مانع، بس في الاخر تبقى انت عارف الصح شكله ايه. الصح ما توصفش وفي الاخر انت مش عارف الصح بس. تمام. الشيخ خالد، ازاي بتختار الحمامه اللي هتفرخها؟ وايه الشروط الحمامه اللي ممكن تنتخبها للفرخ، سواء هتشتريها من بره او من الحمام اللي بتفرخه؟ اللي هشتريها من بره دي بقى عشان دي حاجه انا مش عارف جواها ايه، فدي بيبقى وضعها مختلف عن الحمامه اللي فرخه. فطبعا انا الحمامه اللي بشتريها من بره دي لازم اكون انا مواصفاتها هي اللي تحكم عليها انا هاخدها ليه. ففي الحمام يعني انا عندي قناعه كده، الله اعلم كنت غلط او صح، بس انا عندي قناعه ان الحمام اساسه لون وعينين. لون وعين، ده اساس الحمام. لون لان هو ده اللي بيحدد المرقع من الاحمر الغزار، بنحدده باللون، ماليش علاقه بعينيه وده. اول حاجه بتحدد بتفرق بين الحمام وبعضه الالوان. يعني تقصد دي هويته يعني؟ هويه. تاني حاجه العين. فلو الحمامه لونها حلو وعينيها حلوه بتيجي بعد كده بقيه المواصفات. فانت بتشوف بقى النمر الحمامه، والنمر دي هل النمر دي هتفيدك مع حمامك ولا مش هتفيدك؟ ما ممكن انا اجيب فرد حمام مثلا لونه حلو وعينيه حلوه، طب انا عندي نفس النمر. لا انا بكمل بكمل اللي ناقصني، مش اي حمامه احطها في الحمام. ثانيا لو انت فرد حمام بقى دخلنا في الجزء الثاني اللي هو الحمامه بتاعتك انت، بتفرق ان انت عارف السجل بتاعها، معاك السي في بتاع الحمام ده، انت عارف ده ابوها مين وامها مين ومش عارف ايه. فانت ممكن تكون هي من بره شكلها ليها شكل معين، بس انت عشان عارف هي جواها ايه بتفرق. تمام. في عيوب اصبحت شائعه في الحمام، منها الجفون التقيله شويه حتى في الصوافه اللي المفروض جفنها زي ورق السيجاره، فتنصح الغواي بايه عشان نصلح العيب ده؟ الفرز. يعني هو اي حد بيربي اي حاجه في الدنيا في حاجه اسمها فرز وانتخاب. انا فرخت 10 حمامات، ال10 حمامات دول بفرز الحمام اللي فيه عيوب زي اللي انت بتقول عليها دي بستبعده، وبشوف الحمام اللي مفيهوش عيوب وابتدي ايه اكمل بالحمام ده لحد ما العيوب دي مع الوقت جيل مع جيل العيوب دي تختفي. جميل. ما اجيبش انا العيوب واقعد اقرر فيها. يعني انا عندي مثلا فرد حمام جفنه تقيل بس تكوينه جامد، وفرد حمام تاني منتايه جفنها تقيل وتكوينها جامد، احطهم على بعض، طب انا كده بثبت الصفه اللي انا مش عايزها. جميل. استاذ خالد، احنا في كده مجادله حصلت يعني مع الغواة، بيتكلموا يقول لك الصافي تكوين، الصافي تكوين ولا توب؟ يعني بنلاقي غواية تقول لك لا ان الصافي تكوين مش مهم اللون. ما هو مش مهم اللون الايام دي النهارده، مش مهم اللون، لان الالوان الصافي كلها دخلت في بعضيها وما بقاش في الوان صافي. تمام. انا مش ماشي الايام دي ده دي حقيقه ليه؟ اللي هو ده وصل الواقع، هو الصافي دلوقتي انت بتقلب الحته اللي فوق دي مالهاش دعوه بالباقي. انما زمان ما كانش كده. زمان انا لما الاقي برقبه خضراء اقول له لا. لما الاقي صيني، يعني في ناس كانت معينه ربنا يديله الصحه، الحاج تودو بدر كنت توريله نقش اكنك وريته حاجه يعني كده بره الموضوع. ما يحبش حاجه اسمها نقش، مع ان هم بيبقوا جامدين، في منهم بيبقوا ماشي. هو يعني انا بس هو بالنسبه كلون هو يحب الحمام ابو رقبه وجدته بيض. فهو الالوان دي اللي اتوال في الصوافه، والالوان كانت مهمه بس كانت للاسف دلوقتي خلاص هو اهم حاجه التكوين. رساله من الشيخ خالد في نهايه اللقاء للغوايه الصاعده اللي بتحب الحمام واللي حابه يكون ان تقتري حمام كويس، تقول لهم ايه؟ والله هقول له يقوى اللي بتحبه، اهم حاجه نمره واحد يقوى اللي بيحبه. يعني لازم يقوى اللي هو عينيه حباه، ملوش علاقه اللي بيجيب فلوس وما بيجيبش فلوس. وهو كده طالما جو اللي بيحبه هيوصل فيه لمستوى كويس وربنا هيكرمه، لان هو هيبقى الموضوع يعني ايه، ما فيهوش مصلحه، انت لكن بتحب حاجه فمركز فيها. بس ثانيا انت شوف حد يكون ما يعني لو مش هتتعلم، انت عندك دلوقتي ميديا وعندك ممكن تتعلم من على الميديا وتشوف الحمام شكله ايه، ولو عايز تاخد المعلومه من حد دور على حد يكون موثوق منه. او انت هتخش على الميديا قارن كلام الناس ببعضه وشوف الانسب مع العقل. في حاجات يعني مثلا ايه، يعني انا وانا زمان وانا صغير واحد بدون ذكر اسماء كده قال لي البنفسجي يعني حمصي. انا خدت المعلومه من راجل كبير خلاص، البنفسجي يعني حمصي. بعدين انا بقيت اشوف الحمصي ده شكله وحش، يعني لما الاقي بنفسجي عينيه
حمصي وصفرة كده شكله وحش. استحاله لو ربنا يخلق حاجه كده عامله نشاز. فهمتني؟ مع الوقت عرفت لا انا هنا كان معايا حق. حمصي ده ملوش اي اساس من الصحه، الراجل ده كان بيفتي. يعني حضرتك تقصد ان مش كل كلمه بتتقال هي صح. هي صح. في ناس بتقول لازم تراجع راجع وشوف ده اللي يعني. يمشي مع العقل ولا ما يمشيش، يمشي مع الذوق العام ولا ما يمشيش. يعني ما يبقاش فرد حمام يبقى منفوخ ومطبق وانت عايز عظمه يبقى قد كده. نسبه وتناسب. نسبه وتناسب. في انسيابيه ربنا خلقها. ربنا لو عايز الحمام كله بوش قصير وتخين كان خلقه كده وريحنا من وجع القلب ده. وكان هيبقى الحمام كله شبه بعض. الحمام كله شبه بعضه، انما هو لا، في اختلاف. ده ليه تكوين وليه عين وليه صندوق وليه ريش وليه عظم وليه الهيكل العظمي نفسه بتاعه مختلف عن ده عن الثاني. هو ربنا رايد له بذلك حاجه. بس حابب تضيف حاجه ثانيه يا شيخ خالد؟ ربنا يخليك يا عمور، احنا شرفنا بيك يا حبيبي. شكرا جزيلا على اللقاء الجميل ده، وان شاء الله بامر الله نشوفكم في لقاءات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.